كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم يا رمضانيين يا عشاق رمضان. معانا تحدي جديد، قلنا هنمشي نفسنا كل أسبوع ب250 جنيه خضار وفاكهة يكفونا الأسبوع، وكمان بنشيل حاجة كمان من الفلوس دي لكرتونة رمضان. الأسبوع اللي فات شلنا مكرونة وكيسين مكرونة وعدس، حاجات بسيطة بنشيلها، بس أسبوع على أسبوع هيجي علينا رمضان واحنا بيوتنا مستورة واحنا مش محتاجين حاجة، واحنا مالين بيتنا خير، وهي الأسعار رخيصة قبل ما الأسعار تغلى في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. تسويقة النهاردة جبنة طماطم الكيلو ب12 ونص، وجبنة بطاطس الكيلو ب12 ونص، وبرضو بطاطا نفس الحكاية، وجبنة كمان جوافة ب25 وبرتقان ب25، وبلح ب25. الأسعار نزلت وحلوة، تخلينا نعرف نوفر رمضان حاجة، تخلينا نجيب كل اللي احنا عايزينه في البيت، وفي نفس الوقت نشيل حاجة لرمضان. يعني زي ما قلنا حصالة رمضان، كل أسبوع بنحاول إن احنا نخنصر حاجة كده ونحطها في الحصالة. جبنا النهاردة 3 علب ملح، اللي هو الملح ده ما بلاقيهوش كتير، فما صدقت إن أنا لقيته، شلت 3 علب كده على جنب لكرتونة رمضان. من الحاجات اللي احنا شايلينها، هتقولي لي الملح رخيص وحاجة يعني ملهاش لازمة، والله ليها لازمة. لما تيجي تفتحي كرتونة رمضان كده وتلاقي فيها من خيرات الله سكر، زيت، مكرونة، سمنة، ملح، شاي، كل حاجة، هتلاقي نفسك ما انتيش عايزة تشتري حاجة في رمضان وموفرة فلوسك لحاجة تانية، ليه مش رمضان والحاجات الحلوة اللي احنا هنعملها في رمضان. فهتلاقي نفسك فرحانة بالإنجاز اللي انت عملتيه. اعملي إنجاز جديد معانا في كل أسبوع، وحاولي تشيلي حاجة بسيطة من مصروف الأسبوع. جبنا كل اللي احنا نفسنا فيه، جبنا الحاجات اللي احنا محتاجينها في البيت، مكفيين بيتنا، ساترين بيتنا، ما استلفناش من حد، ما خدناش من حد فلوس. بيتنا مش ناقصه حاجة، ولادنا مش ناقصينهم حاجة، وفي نفس الوقت شايلين حاجة لرمضان، شايلين حاجة لحصالة رمضان، شايلين حاجة لكرتونة رمضان. رمضان فرحة، رمضان شهر مش زي أي شهر، خلوه يعدي علينا بفرحة وسعادة. مش عايزين نكد فيه، مش عايزين نبقى مزنوقين، مش عايزين يبقى فيه خناقات، مش عايزين قبل رمضان نشيل هم كل حاجة. عايزين رمضان يعدي علينا كده بسعادة وهنا، واحنا مرتاحين البال، وكمان نحاول ان احنا نكون من الناس اللي مغفور لهم في رمضان ان شاء الله بإذن الله. الأسعار بتختلف من مكان لمكان زي ما قلنا، ممكن عندك يكون الحاجة أرخص من عندي، ممكن عندي تكون أرخص من عندك في حاجة. في كل مكان الأسعار بتبقى مختلفة. احنا عندنا البرتقان غالي 25، أنا شفت ناس جايبينه ب15 وب10. بس اللي بنلاقيه بنجيبه على قد برضه ميزانية بيتنا، ما بنحاولش نطلع عن الميزانية، بنجيب كل اللي ولادنا نفسهم فيه، وبنستر بيوتنا، وفي نفس الوقت بنوفر. خليكي زي ما احنا عاملين كده الميزانية 250، ما تطلعيش عنهم بكل الطرق. يعني ايه؟ هاتي اللي يكفيكي الاسبوع بس، هاتي الحاجات اللي ما تتبقاش عندك في التلاجة. انا لسه باقي عندي من التسوية اللي فاتت كوسة، وباقي عندي بتنجان، باقي عندي حاجات من التسوية اللي فاتت برضه هتتحط على تسوية الأسبوع ده، وهكذا. ومن هنا هنوفر. يعني لما تجيبي خضار وفاكهة في الأسبوع ب250، هتلاقي نفسك وفرتي الحاجة تانية. هتجيبي برضه ب250 طلبات تانية من البقالة مثلا طول الأسبوع. هتجيبي مثلا ب250 فرخاية مثلا، هتجيبي كيلو لحمة، هتلاقي نفسك الأسبوع عدى معاكي. احسبيها كده، هتلاقي مثلا ممكن تعدي الأسبوع ب1000 جنيه، وانتي برضو ساترة بيتك وكل حاجة في بيتك. فمش لازم يعني مرتباتنا تبقى واو ولا فلوس كتير قوي عشان نمشي بيتنا ونشيل رمضان، لا عادي، ممكن مرتبك يكون على قدك، وممكن تكون المصاريف كتير، بس في حاجة اسمها البركة، ربنا مبارك لنا في عيشتنا وفي مالنا وفي حياتنا. اللهم ارزقنا البركة في المال وفي الأولاد وفي حياتنا كلها، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين.